انا اكتشفت يا جماعه ليه لما بنسافر بره او بنشوف عيال اجانب بنقول هما هادين كده ليه؟ هما ازاي كده بيقعدوا ساكتين؟ هما ازاي بيسمعوا كلام؟ هما ليه ما بيدبدبوش وصوتهم عالي؟ فاكتشفت، هو يعني طبعا اكتشاف مؤخر جدا. كنت بقعد اقول هما اشمعنى يعني، واحنا يعني بنربي يعني اوحش منهم بكتير. لا، هو فكرة ان احنا كشعب وكثقافة للاسف صوتنا عالي، والزعيق ده جزء من ثقافتنا. عادي جدا ان احنا نبقى بنزعق طول الوقت عشان نوصل معلومة، عشان نربي، عشان نحذر، عشان نهزر، عشان ننكت، عشان نبقى لزق بنزعق. صوتي عالي ازاي؟ انا اصلا صوتي عالي وانا بكلمكم دلوقتي، معرفش ليه. يعني عادي ممكن اكلمكم كده عادي صوتي يبقى واطي، بس انا متعوده ان انا متربيه على انه صوتنا لازم يبقى عالي عشان الناحيه التانيه يسمعني على التليفون، عشان اوصل رساله. ولازم الاب يبقى صوته عالي عشان يبقى حازم ويبقى حاسم ويبقى قوي وما يبقاش ضعيف، ويربي ويزعق للعيال. عشان يا جماعه ما ده عشان كده العيال بيطلعوا يعني مضطربين ومذبذبين، وكلنا طلعنا كده. فنحاول نرجع كده لورا ونفتكر احنا طلعنا كده ليه. فبالراحه كده نفكر مع بعض عشان ولادنا يتربوا في environment، بيئه مختلفه. يا ريت.